دكتور كلمينا عن فكرة المعرض النهارده والهدف من إقامة المعرض. فكرة المعرض باختصار إنه أولاً مش لازم أطفالنا هم نفرض عليهم هم عايزين. فكرة المعرض كانت دعوة لكل أب وكل أم إن هم يشوفوا طفلهم بيحب. اكتشفت موهبة عبد الله ومريم إن هم لما كان حصة الرسم بتيجي يبقى كأنه فرح، ولما كان بتتلغي يبقى كأنه عقاب. في سبيل لما كانوا بيروحوا تمارينهم هم رايحين لأداة واجب مش أكتر. فمش لازم ولادنا يبقوا الأوائل في الرياضة، الأوائل في الدراسة، لا مش لازم يبقوا رياضيين أساسا. احنا بندور على اكتشفوا مواهب، اكتشفوا مش لازم الموهبة تبقى رياضة حاصرة في الكورة أو حاصرة في التعليم. والطفل يعاني من التنمر أو والدته عايزة إنها يبقى الأحسن فالأحسن، مش لازم يبقى الأحسن، ممكن يبقى الأخير بس ممتع في حاجة تانية. مش شرط إنه يبقى الأول في كل مجال. لما اكتشفت موضوع يعني أمهم الرسم بدأت 4 سنين وهم لسه مش عارفين يمسكوا القلم، واللي لسه الأستاذة السهام هي اللي بدأت معاهم عبد الله، وبعدين مريم بدأت تشترك معاه لما بقت عندها 4 سنين وكان عبد الله عنده 6 سنين. وبدأنا نجمع لوحات. ففي سنة كده من حوالي سنة قالوا لي احنا عايزين نشترك لأن اللوحات كترت قوي في البيت وعايزين نشترك في معرض. نعمل إيه؟ قلت لهم طب ما تيجي احنا اللي نعمل المعرض. والفكرة طبعا ضحكوا بنوع من التهكم، خاصة لما كنت بنزل أي جاليري مختلف يقول لي احنا بنعرض لفنانين ليهم اسم. لغاية لما الدكتورة الفاضلة النائبة هبة هاجر وافقت في جاليري الخروج إنها قالت لي أنا هتبنى معاكي الفكرة دي وهتشوفي إنها تبقى هي الشرارة اللي هتؤدي إن كل واحد عنده موهبة مش شرط في الفن يظهرها بطريقته. وفعلا الحمد لله النهارده الحضور حتى بشهادة جاليري ما حصلش مع فنانين كبار. لما يكون أول شخص يحضر الأستاذ المحترم محمد صبحي وقال أنا مش جاي عشان أتفرج على الصور، أنا جاي عشان أشوف إيه ده ومين دول وإيه الفكرة دي. فالدكتورة إيناس عبد يعني قررت بعد ما عرضت عليها الفكرة إنها تدعمها تحت رعايتها، قررت إن الفكرة بتقول دورها بس النهارده تعرف دورها يعني طريقة قالت أنا معاكم ابدأوا المعرض وقالت أي تسهيلات أنا معاكم. أنا بشكر الجميع وبشكر كل حد قرر إن الفكرة النهارده تطلع للجمهور. كان الموضوع كله مقتصر على الأهل النهارده، كل الناس جاية تتفرج مش بتجامل وتتفرج والحمد لله. يعني مش شرط ان اللوحات اللي ورانا دي تبقى احسن روحها اكتر روحها، في اطفال عندهم مواهب اكتر. الحكمه في الرساله اللي عايزين